السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت لكم في واحد الاستشاره. اتصل بي واحد السيد مؤخرا كيستشارني في واحد المشكل، هو معقد شويه وكيوقع بزاف في السوق ديال التجاره والشراكه. قال لي يا خويا انا راه دخلت مع واحد الشخص في المشروع، انا دخلت براس المال ديالي كامل، الشراء ديال السلعه والتجهيزات وكل ما كيخص المحل، وهو دخل بيديه وبالحرفه ديالو، وهذا الشيء اللي اتفقنا عليه. ولكن للاسف ان المشروع فشل وما كملش والفلوس تخسروا. والسؤال اللي سولني ودهشرني به بزاف هو واش عنده الحق يطالب بالشريك ديالو بالنص ديال راس المال اللي ضاع ولا لا. وحيت هذه الحاله هذه كتعاود يوميا في السوق المغربي، يعني ديما كيكون واحد الطرف كيدفع الفلوس والعرق ديالو في السلعه والتجهيز، وكيكون طرف اخر كيدفع المجهود والوقت ديالو والحرفه ديالو. وفاش كيبدا المشروع ممكن ينجح ممكن ما ينجحش، اذا ما نجحش كيبداو المشاكل وكيرجع كل واحد كيقلب شكون اللي خلص الخساره. فهاد السؤال ديالو اللي عطاني انا طبعا جاوبته وعطيته الجواب القانوني والشرعي اللي خاصو يدار في هذه الحاله. ولكن قبل ما نقول لكم باش جاوبتوا بغيت نعرف الراي ديالكم نتوما في التعاليق. شنو كيبان لكم؟ وشنو في نظركم؟ واش مول الفلوس عنده الحق يطالب مول الحرفه بالنص ديال راس المال اللي ضاع، ولا مول الحرفه حتى هو ضاع في المجهود والوقت ديالو وما خاصو يخلص والو؟ شنو بان لكم في هذه القضيه هذه؟ كتبوا لي الاراء والتجارب ديالكم في التعاليق دابا باش كلشي يستافد. والفيديو الجاي غنحط لكم الجواب المفصل والشرح الكامل اللي عطيته في التليفون باش كلشي يستافد وتعرفوا شنو كيقول القانون في هادشي والشرع في هاد الشراكه هادي. ما تنساش دير لايك وتبارطاجي الفيديو مع صاحبك اللي باغي يدخل شي شراكه. نشوفكم في الفيديو الجاي وتهلاو.